إن لبيوت الله تعالى حرمة عظيمة ومكانة عالية قويمة. عظم الله تعالى هذه المساجد، ولا يعظمها إلا كل راكع وساجد يخشى اليوم الآخر ويريد العظيم من المفاخر، ولا يرضى البتة أن يكون بالصف الآخر، ولا يسيء إليها إلا كل ظالم وعبد غاشم. وما حصل يوم أمس من شر وفساد ومنكر وعناد من بعض الناس ممن اتبع الوسواس الخناس وآثر أن يكون أذل من النعال والمداد، لا يعظم بيوت الله. كفار قريش، أهل مكة، أصحاب الجاهلية والأصنام والوثنية يعظمون بيت الله الحرام ويرون الاعتداء من أعظم الحرام وأكبر الآثام. ومن ينتسب إلى الإسلام بالصورة والإعلام لا بالحقيقة والجوهر فعلوا ما فعلوا من إساءة قبيحة وعدانة لبيت الله تعالى جريحة. وشكر الله للسادة القادة، وأخص بالذكر أبا زرع المحرمي على مقام، فقد وفى وكفى، فله القدح المعلى والنصيب الأعلى إن شاء الله عند ربنا الأعلى. ولا بد أن يضرب على أيدي هؤلاء الفاسدين المفسدين بيد من حديد، تضرب على كل عبد عنيد اتبع الشيطان المريد وما خاف يوم الوعيد وعاد الصالحين من العبيد.